فراسكم ان مول الحانوت يقدر يسد الى تطبق نظام الطيبات او نظام الدكتور ضياء العوضي. نبداو بالحوايج اللي غادي يبقاو لك في الحانوت ما باقيش غادي يتباعوا لك. الا طبقوا 50% ديال الناس هذا النظام هذا، 50% ديال داكشي اللي كتبيع غادي ينقص. نبداو من الباب ديال المحل. عندنا الخبز ما غاديش يتباع. عندنا ثلاجه بما فيها المواد ديال الغاز او المشروبات الغازيه بكل انواعها. عندك المواد ديال الحليب بكل انواعها، لانك انت كتبيع داكشي ديال الشركات. عندك المعجنات لي بات كلها بقات تما، مقارونيه، الشعريه، حمصه الى اخره. القطنيه كلها بقات تما، الفول، العدس، الحمص، الجلبانه، اللوبيا، هادشي كله هو بقى لك تما. الكسكسو بجميع انواعه، البيض بجميع انواعه. وقيل هادشي اللي كاين في الارض المحل. نمشيو لي زيطاجير، المعلبات بجميع انواعها، اتاي حتى هو. القهوه هي اللي غادي تتباع، ولكن الا كطحنها، الا كتجيب الحب وتطحن القهوه، اشنو اللي غادي تبيع؟ غادي تبيع مواد النظافه وليكوش وشي لعيبات اخرين. يعني في هذا النظام وفي ظل هذا النظام باي باي الحانوت، باي باي الحانوت. اش غادي تبيع مازال؟ عطيوني الراي ديالكم. واش يقدر هذا الشيء يصدق؟ لانه كينتشر بواحد الطريقه، الاخوه كينتشر بواحد الطريقه مهوله كل نهار، يعني اسرع مما تتخيل، اسرع مما تتخيل. يعني شتي لو انفقت ما في الارض جميعا باش تنشر شي حاجه بحال هكا ولا شي فكره تنفق عليها الفلوس كثيره، والله لا انتشرت لك بهذه الطريقه، والله لا امنوا بها الناس بهذه الطريقه هذه. وتصور معايا مده تقريبا 20 يوم ولا شنو هو وصل فيها هذا الشيء، غير هذه السيمانه الاخرى تزاد اضعاف مضاعفه. وتصور الاعلام في مصر وصلوا الصهد، الشركات الاثمنه ديال هذا الشيء اللي يهضر عليه مباشره بحال البيض والدجاج طاح الثمن في مصر. يعني هذا الشيء غريب وعجيب. يعني كيفاش غادي تتعامل انت الا ربما الناس طبقوا هذا الشيء هذا في الحانوت؟ اشنو غادي يكون ردة الفعل ديالك كمول الحانوت؟ واش غادي تستمر وتقول راه غير موجه وغادي تدوز، ولا غادي تدبر فشي حاجه اخرى انك ديرها، ولا شوف شنو غادي دير؟ خليو لي الراي ديالكم في التعليقات، رايكم مهم بزاف. نسال الله عز وجل يجيبنا في الصواب ان شاء الله، ونتمنوا الخير للجميع، ونتمنوا صحه جيده للجميع، ونتمنوا رزق وفير للجميع، ونتمنوا يعني القضيه تمشي يعني كما ينبغي ان شاء الله. يعني خير الامور اوسطها، يعني باش تضر ثاني الناس وكذا الى اخره، راه يعني قاصحه. والاقتصاد المغربي يعني خصو يبقى اقتصاد، واخا يعني هاد الشيء هذا يعني يحاول الانسان مثلا الحوايج اللي باين الضرر ديالهم يعني غير يتفاداهم. اما الامور بحال مثلا الخضر وهذا يحاول يعني يقيس مثلا الا بغى كاع سميتو ينقص شي شويه وصافي، ماشي دير ديك المقاطعه النهائيه مثلا. انما دير عين في ميزان، يعني باش ما يكونش واحد الضرر، لانه ناس كيصرفوا على عائلات كثيره، وناس خدامين على ناس وعلى راسهم وكذا، خدامين في هذه الامور هذه كلها ديال الفلاحه وديال الحانوت وديال الامور الاخرى. يعني ما خص الانسان يعني يكون ثاني مجحف في تطبيق هذه الامور هذه. يعني ضرب وقيس اللي قال هذاك، نقول واحد المثل بالامازيغيه، الدخ ولا بلا دخ. يعني نظام صراحه الله مزيان، ولكن الى بغيتي تضر به ثاني هذا، يعني حاول تنقص مثلا من يعني بحال بقينا نقولوا الدجاج والبيض وهذا، حاول تحيدو عليك. ولكن الامور الاخرى يعني ضرب وقيس، عين في ميزانك، لان هذه ضربه صراحه الله غادي تكون موجعه وموجعه جدا يعني لكل الاقتصاد. لانه شنو غادي تبقى تاكل؟ يعني غادي تاكل غير اللحم، وراه حدد لك حتى اللحم اللي غادي تاكل ما يكونش البقري كاع، ربما خاص تخليه هو الاخر الغنمي العزي. يعني هاد الامور هذه الصغيره اللي سهله في الطياب وكذا الى اخره، باش حتى في المعده ديالك تكون سهله عليها في الهضم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
هذا الشيء صراحة الله صعيب شي شوية. كتشوف انت بين يعني مطرقة الاقتصاد وسندان الصحة. نسأل الله السلامة والعافية للوطن والجميع إن شاء الله. السلام عليكم.